السلام عليكم، ازيكم يا سنة تالتة؟ ان شاء الله تكونوا بخير. نحل مع بعض النهاردة chapter 3 lesson 3 ان شاء الله في كتاب المعاصر. العامل بتاع الحرارة وتأثيره على رتم التفاعل و الايكوليبريم وفقا لقاعدة لو شاتيليه. كالعادة بنبتدي بجزء الاختياري. تعالى مع بعض كده نشوف جزء الاختياري. اول سؤال، الراجل بيقول لك حضرتك عشان تزود الريت بتاع الكيميكال رياكشن المفروض ان انت تعمل ايه؟ تقلل رتم الكوليجن للجزيئات. طبعا ده كلام مش مظبوط، ده كلام غلط. المفروض ان انا عندي الريت بتاع البارتكلز كوليجن او معدل التصادمات دوت ما يقلش، يزيد. ازود عدد الان اكتيف مولكيول، طبعا ده برضو كلام غلط. المفروض ان انا باكتيف المولكيول. اقلل عدد الاكتيف مولكيول، طبعا ده برضو كلام غلط. انما انا المفروض ازود عدد الاكتيف مولكيول. خلي بالك الفكرة كلها ان انا بدي ثيرمال انرجي او بدي طاقة حرارية للجزيئات، تبتدي تحولها لكاينيتيك انرجي، فيبتدي الجزيئات تتحرك بسرعة اكتر، يعني تتنشط او تبقى اكتيفيتد. فده مستر يزود معدل التصادمات الفعالة او اللي بنقول عليه الافكتيف كوليجن، فيزود عندي الريت. طيب السؤال اللي وراه، الراجل بيقول لك which of the following explain زيادة الرياكشن ريت بزيادة الحرارة. حضرتك لما تزود درجة الحرارة ايه اللي هيحصل للانرجي بتاعة الرياكتنت بارتكل؟ المفروض ان هي هتزيد، طاقة الجزيئات اللي موجودة في حيز التفاعل هتزيد، يبقى يا دي. طيب عدد الكوليجن اللي بيحصل ما بين الجزيئات، عدد التصادمات الفعالة برضو هتزيد، تبقى الإجابة عندنا الإجابة رقم B اللي هي الإجابة الثانية. السؤال اللي وراه، الراجل بيقول لك in which of the following sample الايرن بارتكل بروسيس عنده اعلى كاينيتيك انرجي. اعلى كاينيتيك انرجي او اعلى طاقه حركه للجزيئات، المفروض ان انت تبقى عنده اعلى درجه حراره. كل ما هتزود الحراره اللي بتاثر على التفاعل كل ما هتزيد الكاينيتيك انرجي بتاعه المولكيولز، فهتبقى الاجابه عندنا الاجابه الثالثه اللي هي الاجابه رقم سي. انا مش فارق معايا الكميه، انا مش فارق معايا كميه الرياكتنت، انا فارق معايا ان درجه الحراره تبقى عاليه، يبقى الكاينيتيك انرجي بتاعه الجزيئات اللي بتتفاعل هتبقى ايه؟ هتبقى ساعتها عاليه، فتبقى الاجابه عندنا رقم سي. السؤال اللي وراه، الراجل بيقول لحضرتك الريت بتاع الكيميكال رياكشن عندي 20 درجه سيليزيوس، الريت بتاعك كان الرقم ده. الريت بتاعي كان الرقم ده اللي هو 3.2 تايم 10 باور نيجاتيف 3. فانا عند درجه حراره 30 ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان انا رفعت درجه الحراره كده من 20 ل 30، يعني رفعتها 10 درجات مئويه. اتفقنا مع بعض كل ما بيزيد درجه الحراره بمقدار 10 درجات مئويه فوق الاكتيفيشن انرجي كل ما بيتضاعف الريت او يزيد الريت للدبل. فالمفروض اضرب الرقم ده في 2 فيطلع لك 6.4 تايم 10 باور نيجاتيف 3 مول على الثانيه، اللي هي الاجابه عندنا الاجابه رقم بي. السؤال اللي وراه، الراجل بيقول لك برفع درجة الحرارة لكيميكال رياكشن بمقدار 50، يعني أنا رفعتها مش عند 50، لا ده بمقدار 50. الريت ساعتها هيزيد كام مرة؟ خلي بال حضرتك، المفروض إن أنا عندي الريت بيزيد للدبل كل ما أرفع 10. حضرتك ال 50 درجة دول يعني أنت رفعت 5 مرات. فأنا واحد يقول لي إيه؟ طيب أنا عندي ريت يبقى أنا هزيد للدبل، يعني هضرب في 2، وبعد كده رفعت 10 درجات مئوية تاني فهضرب في 2 تاني، رفعت 10 درجات تاني فهضرب في 2 تالت، قمت جاي رافع تاني، ما انا رفعته بمقدار 50 اهو، ضربت في 2. بعد كده حضرتك ضربت في 2، يعني كأنك ضربت التفاعل في 2 5 مرات، مع 10 درجات في 10 درجات في 10 درجات. يبقى حضرتك كده كأنه اتضاعف كام مرة؟ لما تضرب دول يطلع 32 مرة اهو، ادي 4 في 2 عندك ب8 16 32. ممكن انا اعملها ازاي بقى؟ هو انت كده كده الريت بتاعك هيزيد للدبل صح؟ ترفعها الباور بيساوي عدد مرات التكرار، يعني انت هنا رفعت 10 درجات وبعد كده 10 درجات وبعد كده 10 درجات، رفعت 50 درجة، يعني رفعت درجة الحرارة 10 درجات 5 مرات، يبقى 2 باور 5، فيطلع معاك بكام؟ يطلع معاك ب 32 اهو. يبقى الاجابه عندنا الريت زاد 32 مره. عشان انا ليه بقول لك الكلام ده؟ افرض هو قال لك انا رفعت درجه الحراره بمقدار 150 درجه، 150 درجه، يبقى هو رفع درجه الحراره 10 درجات مئويه 15 مره، يبقى 2 باور 15 وهكذا. خلاص، يبقى الريت بتاعك تضاعف 32 مره او زاد بمقدار 32 مره عن القيمه بتاعته.
السؤال اللي وراه يا شباب، الراجل بيقول لك انا معايا المفروض 3 دايجرام ب3 رياكشن مختلفين. طبعا واضح ان ده تفاعل المفروض ان هو طاقة البرودكت اعلى من طاقة الرياكتنت، فالتفاعل بتاعك ده المفروض ان هو اندوثيرميك. اما مستر التفاعل ده والتفاعل ده تفاعلات اكزوثيرميك. طيب هو الراجل بيقول لك which of the following is the order للرياكشن دي من الابطأ للاسرع. يعني احنا عايزين نشوف التفاعلات دي من الابطأ للاسرع. بص بقى واسمعني، انا دلوقتي المفروض التفاعل لما يبقى سريع يبقى الاكتيفيشن انرجي بتاعته قليله، والتفاعل لما يبقى بطيء يبقى الاكتيفيشن انرجي بتاعته عاليه. يعني كل ما التفاعل الاكتيفيشن انرجي بتاعته كانت عاليه او الطاقه اللي عايزها عاليه، كل ما التفاعل نوعا ما يبقى بطيء. يوم واحد يقول لي طيب تعالى لي كده على الرسم، تعالى معايا على الرسمه كده. المفروض ادي يا مستر الاكتيفيشن انرجي اللي هي من اول طاقه الرياكتنت دي لحد نهايه الجراف دي كده اسمها الاكتيفيشن انرجي. نفس الكلام الاكتيفيشن انرجي للفورورد هنا من اول طاقه الرياكتنت لحد نهايه الجراف. نفس الكلام الاكتيفيشن انرجي هنا من اول الرياكتنت لحد نهايه الجراف. واحد يقول لي طيب هو الاكتيفيشن انرجي هنا للفورورد، يعني الاكتيفيشن انرجي هنا المفروض للفورورد المفروض ان هي هنا 15، يعني المنطقه دي المفروض ان هي 15، فده كده كده الاسرع لان هو اقل اكتيفيشن انرجي. طيب الاكتيفيشن انرجي هنا كام؟ قال لي الاكتيفيشن انرجي هنا 25 والاكتيفيشن انرجي هنا كمان 25 اهو، اللي هي 20 زائد الخمسه دول يبقى دي 25 ودي 25، يبقى المفروض الاجابه عندنا يبقى اعلى حاجه رقم 3، اعلى حاجه رقم 3 يبقى دي كده بالسلامه ودي كده بالسلامه. 3 ده هو اسرع تفاعل. طيب ابطأ تفاعل بقى يبقى 1 ولا 2؟ يعني هو مخيرك دلوقتي 1 و2 و3، يعني ده الابطأ ولا مستر المفروض رقم 2 هو الابطأ؟ طيب بما ان هو عامل لك كمان ريفرسبل رياكشن، خلي بالك، يعني بما ان هو عامل لك ريفرسبل رياكشن، ما هو خلي بالك هو مديك الطاقه بتاعت الريفرسبل اهو. واحد يقول لي ما هو ال 25 ده عباره عن الاكتيفيشن انرجي بتاعت الفورورد، طب بتاعت الباكورد من اول طاقه البرودكت لحد هنا، فمن اول طاقه البرودكت لحد الاخر 20، يبقى ده عباره عن الاكتيفيشن انرجي بتاعت الفورورد، ده الاكتيفيشن انرجي بتاعت الباكورد. نفس الكلام حضرتك دلوقتي لما تيجي تقول لي دي الاكتيفيشن انرجي بتاعت الفورورد اللي هي ال 25، طب بتاعت الباكورد من اول هنا لحد فوق، فادي 25 ودول 15. واحد يقول لي دي نيجاتيف 15، لا يا حبيبي هم 15، الطاقه 15، نيجاتيف دي اتجاه خروج الطاقه لانه تفاعل اكزو، يبقى الحته دي كلها مستر المفروض ان هي ب 40، يبقى بتاعت الباكورد دي المفروض ان هي 40. طب هنا واحد يقول لي برضو حضرتك دلوقتي المفروض دي 15، انما في الباكورد دي كلها من اول طاقه البرودكت لحد نهايه الجراف اهو، فيبقى ايه 25. يبقى هنا الفورورد 15 والباكورد 25، هنا الفورورد 25 والباكورد 40، هنا الفورورد 25 والباكورد 20، فلما تيجي تشوف كده هتلاقي ان اعلى ريت، ما خلي بالك يعني هو طبعا المفروض ما يقارنش على الفورورد والباكورد في نفس الوقت، ولكن هو السؤال محتاج ان انت تشوف مين الاسرع، فمين الاسرع يبقى مين اللي الاكتيفيشن انرجي نوعا ما بتاعته قليله سواء فورورد او باكورد. واحد يقول لي طيب الراجل ده في الفورورد 15 هو الاقل يبقى هو الاسرع، الباكورد عالي شويه 25 بس ستيل برضه هو الفورورد بتاعه اسرع، او حتى مجموع الفورورد والباكورد هتلاقيهم اقل رقم اهو، يبقى رقم 3 ده كده كده الاسرع. نيجي لواحد واثنين بقى، لما تيجي حضرتك تقارن واحد واثنين الاثنين الفورورد زي بعض، بس الباكورد الرقم هنا كبير جدا، يعني رقم هنا 40 انما الرقم هنا 20، واحنا قلنا كل ما الاكتيفيشن انرجي تبقى قليله ده معناه ان رتم التفاعل سريع. اصلا انا لو عايز طاقه صغيره يبقى انا المفروض يا مستر رتمي هيبقى سريع، طب انا لو عايز مقدار طاقه كبير هيبقى رتمي بطيء، ولذلك التفاعلات اللي بتبقى عايزه اكتيفيشن انرجي عاليه انت بتروح تجيب لها كاتاليست عشان يقلل الاكتيفيشن انرجي ويزود الريت. يبقى رقم 3 هيبقى اعلى حاجه، وبعد كده يا جماعه عندك هيبقى رقم اعلى ريت يعني، وبعد كده عندك رقم 1 وبعد كده عندك رقم 2 اللي هي الاجابه عندنا الاجابه الاخيره. خلاص يا شباب، اتمنى تكونوا فهمتوا السؤال. السؤال اللي وراه الراجل بيقول لك انا معايا قطعه من الحديد اتفاعلت مع او قطعه من معدن اتفاعلت مع وليكن الحديد وليكن الزنك وليكن مغنيسيوم، اتفاعلت مع اسيد فطلع هيدروجين جاز.
فالراجل بيقول لك which of the following result بيبين انا او عايز اعمل ايه عشان ازود الريت بتاع التفاعل. باشا عايز تزود الريت، خد كل العوامل في صالحك، زود تركيز، زود سيرفيس اريا، يعني اطحن المعدن بتاعك او هاته بودر او اعمل له جريندنج، سخن لو ينفع تسخن. يبقى حضرتك هتعمل تسخين ماشي، هتعمل جريندنج للميتال عشان ازود سيرفيس اريا ماشي، تحط ميه على الاسيد ده انت كده مستر كانك بتزود الفوليوم وبتقلل الكونسنتريشن، ده انت كده بتعمل دايليوشن، لا ده غلط. فتبقى الاجابه عندنا الاجابه الاولى. يبقى رقم 7 حضرتك ممكن تسخن، ممكن تطحن المعدن بتاعك او تزود سيرفيس اريا، انما انا لو حطيت ميه على الاسيد يبقى انا بخففه يعني بقلل تركيزه، هل ده يزود لك الريت؟ لا، يبقى ما ينفعش تحط ميه على الاسيد. رقم 8 الراجل بيقول لك كل اللي قدامك دوت بيزيد من الريت بتاع الكيميكال رياكشن 100 مللي على او مين في اللي قدامك يزود الريت بتاع التفاعل لما حضرتك تجيب 100 مللي تركيزه 1 مولر من ال HCl تحطه على 2 جرام من الكالسيوم كربونيت اللي هو القطع. طيب حضرتك عايز تزود الريت، يبقى انا اعمل ايه؟ يا اما ازود تركيز الاسيد، يا اما مستر اجيب الكالسيوم كربونيت ده مطحون اطحنه ازود سيرفيس اريا، ممكن ارفع درجه حراره لو التفاعل ده يسمح برفع درجه الحراره. انما حضرتك دلوقتي هل ان انا اضيف 50 مللي من الديستلد ووتر للاسيد هل العمليه دي مظبوطه؟ نفس السؤال اللي فوق يا باشا، ما هو انت لما تضيف ميه، انا لما اضيف ميه كده يبقى انا بعمل حاجه اسمها دايليوشن، يبقى انا بخفف الاسيد، يبقى انا بعمل حاجه اسمها دايليوشن، يعني انا بخفف تركيز الاسيد، يبقى الكلام ده غلط، يبقى ممكن تعمل اي حاجه الا دي، يبقى الاجابه عندنا الاجابه الاولى. طيب هل لو انت زودت تركيز الاسيد من 1 مولر ل 2 مولر ده صح؟ صح، وعايز الغلط. هل لو انا سخنت الاسيد قبل العمليه برضو ده يؤدي لزياده الريت؟ صح، لان رفع درجه الحراره بيزود معدل الاكتيفيتد مولكيول فيزود معدل التصادم. ماشي، عامل جريندنج للكالسيوم كربونيت، كل ده كلام مظبوط، انما الاجابه الاولى دي اجابه غلط، ما ينفعش اخفف الاسيد. السؤال اللي وراه السؤال رقم 9 الراجل بيقول لك في ريفرسبل رياكشن المفروض ان انا معايا هيدروجين ومعايا ايودين ادى الهيدروجين ايودايد، كانت الاكتيفيشن انرجي بتاعه الفورورد يا جماعه ب 167 والاكتيفيشن انرجي بتاعه الباكورد ب 139. فالراجل بيقول لحضرتك ايه؟ الراجل بيقول لحضرتك التفاعل ده اند ولا اكزو واحسب الدلتا اتش. طبعا انا عشان اعرف اشتغل حاجه زي دي لازم ارسم، بس هو الراجل بيقول لك الفورورد اكبر من الباكورد، يبقى ده معناه ان طاقه البرودكت اعلى من طاقه الرياكتنت. فحضرتك لما ترسم او ترجع للرسومات اللي عندك هتلاقي انا تفاعل اهو، انا معايا رياكتنت اهو، فالرياكتنت دي خدت قدر من الطاقه وطلعت برودكت. الجزء ده يا جماعه على الرسم اهو ده بنسميه الاكتيفيشن انرجي للرياكتنت في الاتجاه الفورورد. فالاكتيفيشن انرجي للفورورد هو مديها لك بكام؟ ب 167. طب والاكتيفيشن انرجي للباكورد اقل اهو، الراجل مديها لك بكام؟ ب 139 اهو. واضح للجميع ان انا عندي طاقه البرودكت اعلى من طاقه الرياكتنت، بدل طاقه البرودكت اعلى من طاقه الرياكتنت بنسمي التفاعل دوت اندوثيرميك، وتبقى قيمه الدلتا اتش بتاعته باشاره ايه؟ اشاره بوزيتيف. لما تطرح عشان تجيب بقى الدلتا اتش اللي هي المنطقه الفرق بين الاثنين دول، وتطرح يطلع معاك 28 كيلو جول لكل مول، ده مقدار الطاقه واتجاهها اللي هي الاشاره. واحد يقول لي طيب انا كده كده متفق معاك ان الاجابه بي والاجابه سي غلط، ما ينفعش اكزو الدلتا اتش بالبوزيتيف ولا اندو الدلتا اتش بالنيجاتيف، ده تفاعل اندوثيرميك اهو، طاقه البرودكت اعلى من طاقه الرياكتنت، فبالتالي التفاعل هيبقى اندوثيرميك وقيمه الدلتا اتش هتبقى بالبوزيتيف اللي هي الاجابه عندنا الاجابه الاخيره. العكس بقى لو التفاعل اكزوثيرميك، لو التفاعل اكزوثيرميك هيبقى المفروض طاقه الرياكتنت اعلى من البرودكت، فالفورورد يبقى هو اللي اقل من الباكورد، انما هنا الفورورد اعلى منين؟ من الباكورد. ده السؤال كان رقم 9. طيب السؤال رقم 10 الراجل بيقول لك انا معايا الاكتيفيشن انرجي بتاعت اندوثيرميك فورورد رياكشن المفروض ان هي بتساوي 50، يعني هو اصلا الراجل قال ان انا عندي تفاعل اندوثيرميك والمفروض ان انا عندي الاكتيفيشن انرجي بتاعته بتاعت الفورورد 50 والدلتا اتش كانت 20. واحد يقول لي طب ما نعمل يا مستر رسم التفاعل كده، يلا اندوثيرميك ده يعني طاقه الرياكتنت هنا قليله اهي، خد طاقه طلع البرودكت،
طيب هو بيقول عندك ان الاكتيفيشن انرجي بتاعت الفورورد دي الاكتيفيشن انرجي بتاعت الفورورد اهي ب 50، وبيقول ان قيمه الدلتا اتش اللي هي المنطقه دي ب 20. عايز الاكتيفيشن انرجي بتاعت الباكورد، يعني عايز المنطقه دي. واحد يقول لي طب ما انا كده حبيبي المنطقه دي 50 ناقص 20 يطلع معاك ب 30. تبقى الاجابه عندنا رقم بي. بص انا لما برسم السؤال الموضوع بيبقى سهل بالنسبه لك اهو، ارسم السؤال واشتغل. السؤال اللي وراه سؤال رقم 11 يقول لك الشكل اللي قدامك بيمثل الريزلت بتاع 2 اكسبيرمنت عملتهم لنفس عدد المول من الزنك ونفس الفوليوم بتاع الهيدروكلوريك اسيد، نفس الكميات يعني يا جماعه. فبالتالي بما انها نفس كميه الرياكتنت المفروض يطلع لي نفس كميه البرودكت. ما دام الزنك واحد والحجم بتاعه واحد، ما دام كميه الزنك واحده. طيب هو بقى بيقول لك ايه العامل من العوامل اللي يؤدي لاختلاف او اللي يسبب اختلاف حجم الهيدروجين اللي ناتج. يعني انا عايز حاجه من دول تغير لي من كميه الهيدروجين او حجم غاز الهيدروجين اللي ناتج. واحد يقول لي بص يا باشا، ما دام حضرتك عايز تزود او تنقص كميه البرودكت، يعني انت عايز تغير في كميه البرودكت ملهاش حل، لازم اغير في كميه الرياكتنت. طب انا اغير في كميه الرياكتنت ازاي؟ عن طريق السيرفيس اريا بتاعت الزنك؟ لا طبعا، اكيد السيرفيس اريا بتاعت الزنك ملهاش اي علاقه بالموضوع، لان كده كده سواء الزنك مطحون او زنك قطع المفروض لازم يطلع نفس كميه الهيدروجين، ولكن الزمن هو اللي مختلف. طيب يبقى كده السيرفيس اريا باظت. طيب اللعب في درجه الحراره، قال لي يا عم برضو درجه الحراره تسرع او تبطئ تفاعل، انما ما تتحكمش في كميه النواتج اللي طالعه. انما الصراحه تركيز الهيدروجين، بص هنا تركيز الهيدروجين هنا 10 وهنا 3، فحضرتك لو لعبت في تركيز الهيدروجين ده يغير من رتم التفاعل ويغير من كميه الهيدروجين اللي طالع. اكيد بالعقل كده لو انا مثلا معايا HCl 1 لتر، حجم 1 لتر وتركيزه 10 مولر، هيبقى ساعتها عدد المول اللي بتتفاعل 10 مول، غير لما يبقى معاك الراجل ده حجم 1 لتر وتركيزه 3 مولر، فيبقى عدد المول بتاع ال HCl اللي بتتفاعل 3 مول. يعني كمية ال HCl اللي هتتفاعل برضه معتمدة على التركيز. يبقى تركيز الأسيد ممكن يغير من كمية الهيدروجين اللي طالع. طبيعة المتفاعلات يا باشا ما هو نفس المتفاعلات، هو نفس الزنك وهو نفس ال HCl. أنا هنا ما غيرتش من نوع الروابط ولا غيرت من السيرفيس اريا اللي موجود. حتى لو غيرت من السيرفيس اريا اللي موجوده تاثر على الريت وما تاثرش على الكميه. السؤال رقم 12 الراجل بيقول لك معاك 4 بيكر حطينا فيهم 2 جرام من المغنيسيوم ستريب، يعني شريط مغنيسيوم، حطيت عليه HCl وعايز اعلى ريت. قلت لك اعلى ريت خد كل العوامل في صالحك، هو مديك عاملين تركيز وحراره، يبقى اخد اعلى تركيز. اعلى تركيز هنا 1 مولر واعلى درجه حراره 50 درجه سيليزيوس. السؤال اللي وراه سؤال لئيم قوي يا جماعه. الراجل بيقول لك انا عملت تجربتين، بص جايبها لك من شابتر 1. الحديد جبت براده حديد وجبت حديد قطع وحطيت عليهم نيتريك اسيد. النيتريك اسيد هنا كان دايليوتد، النيتريك اسيد هنا كونسنتريتد، هنا عند درجه حراره 10 وهنا 20. فالراجل بيقول لك انهي تجربه تتوقع الفوليوم بتاع الهيدروجين اللي طالع هيبقى اقل؟ حجم غاز او حجم الغاز عموما اللي طالع اقل، وايه السبب؟ واحد يقول لي بص يا مستر، هو انا كده كده الحديد بيتفاعل مع الدايليوتد اسيد، الحديد يقدر يتفاعل مع الدايليوتد اسيد، انما مع الكونك نيتريك اسيد ده بسبب خاصيه لو حضرتك فاكر كانت اسمها الباسيفيتي، ال HNO3 الكونسنتريتد ده الحديد ما يقدرش يتفاعل معاه بسبب خاصيه الباسيفيتي. يعني هنا اصلا ما فيش تفاعل هيتم. لا تقول لي بقى حراره اعلى ولا مفيش يا باشا تفاعل هيتم هنا اصلا. اصل في ناس قالت لي السكند اكسبيرمنت ليه يا حبيبي؟ قال لي تركيز الاسيد ضعيف او قليل ودرجه الحراره قليله. يا ريس انا بقول لك الحديد هنا مع الكونك نيتريك اسيد مفيش تفاعل اصلا، مفيش غاز هيطلع اصلا يا ريس. يبقى المفروض هنا بسبب خاصيه الباسيفيتي التفاعل ده اصلا مش هيتم. طب ما هي الباسيفيتي دي حصلت ليه؟ بسبب ان تركيز النيتريك اسيد عالي كونسنتريت. يبقى التجربه الاولى هي اللي مش هيطلع منها غاز بكميه كبيره، وده بسبب يا جماعه تركيز الاسيد، ان الاسيد بتاعك كونسنتريتد، اللي هي الاجابه عندنا رقم سي. اما لو الاسيد بتاعك مخفف يقدر الحديد يتفاعل معاه ويطلع عندي غاز، بس التفاعل ما كانش عندك دايركت في المنهج، فتبقى الاجابه عندك الاجابه رقم سي. السؤال اللي وراه
بيقول لك الجراف اللي قدامك عملنا تجربتين اهو، او قسنا، اسف مش تجربتين، عملنا التجربه مرتين وقسنا الريت بتاع التفاعل عند درجات حراره مختلفه، مره عند درجه الحراره A ومره عند درجه الحراره B. قال لك والله حضرتك لما قستها عند درجه الحراره A دي درجه الحراره كانت 40، كان معدل الريت بتاعك 2x، فحضرتك واضح ان انت زودت درجه الحراره اهو، المعدل بتاعك بقى 8x. 8x دي يبقى ده معناه ان الراجل زاد للضعف مرتين. واحد يقول لي مستر مش انت كل ما بترفع درجه الحراره 10 درجات كل ما بيزيد الريت للدبل؟ اقول له الله ينور عليك، حلو. يبقى انا لو 40 وزودت 10 50 يبقى هيبقى 4x، لو زودت كمان 10 يبقى 8x. يبقى الاجابه عندنا المفروض الاجابه درجه الحراره 60. يعني انت كنت 40 يبقى درجه الحراره اللي المفروض هنا دي 60. طب لو قال لك مقدار الزياده في درجه الحراره، وهنا بيقول لك انت درجه الحراره الثانيه كام 60، لو قال لك مقدار الزياده في درجه الحراره يبقوا 20 درجه سيليزيوس، يعني رفعت درجه الحراره 20 درجه فاصبحت 60. السؤال اللي وراه نفس الكلام، مديك تفاعل، دي مواد هناخدها ان شاء الله لسه في الاورجانيك، ماده اسمها الايثايل بروميد اتفاعلت مع ايون الهيدروكسيل ادى ايثانول وبروميد، ما علينا، ده تفاعل. طيب انت عايز ايه؟ بيقول لك التفاعل ده عملته عند درجات حراره مختلفه، عملته مرتين في درجات حراره مختلفه مع ثبات تركيزات الرياكتنت، يعني جاي بنفس التركيز. فبيقول لك وفقا للمخطط اللي قدامك مين التفاعل اللي هيبقى عنده اعلى ريت ومين الرياكشن اللي هيحصل في درجه الحراره اعلى. طب واضح قوي هنا ان العامل اللي انت عملته هو درجه الحراره، لما حضرتك بتغير من درجه الحراره بيزيد رتم التفاعل، ده رياكتنت، ده المفروض اللي هو عامله لك ده الايون ده المفروض ان هو رياكتنت، فالمفروض الرياكتنت دي يا جماعه مع الوقت بتقل. واحد يقول لي طب ما هي قلت في التجربتين، ايوه بس قلت اسرع فين؟ في بي. قلت لك القريب من الواي اكسس يبقى هو الاسرع، يبقى انا عندي البي ده هو اللي ريته اعلى، ومدام بي هو اللي ريته اعلى يبقى هو اللي درجه الحراره فيه اعلى، يبقى الرياكشن رقم بي هو الاسرع واللي حصل فيه زياده في درجه الحراره او درجه حرارته اعلى هو الايه؟ البي، بدليل ان النقص فيه كان اسرع من النقص فين؟ في التجربه الاولى. السؤال اللي وراه يا شباب السؤال رقم 16. الراجل مديك رسمه وبيقول لك انا عملت التجربه مرتين، معايا تجربه اكس دي اللي عملها، خلي بالك دي التجربه اكس اهي، طلعت كميه برودكت معينه. طيب التجربه اكس دي قال لك ده عباره عن حجم غاز اللي طالع، اللي هو بالمناسبه هنا طبعا غاز الهيدروجين لانه ناتج من تفاعل 2 جرام من الزنك جرانيول مع اكسس من الاسيد عند درجه حراره 25. الراجل بيقول لك بقى ايه التغيرات اللي حضرتك عملتها في التجربه واي عشان يطلع الكميه دي. اولا واحد يقول لي تعالى مستر على الرسمه كده، من الرسم واضح ان كميه الواي اللي طالعه نص كميه الاكس، يعني الجراف ده جراف فاكتور واماونت، يعني في حاجتين حصلوا، في حاجه اثرت على كميه البرودكت اللي طالعه بدليل ان كميه البرودكت اللي طالعه في الواي تقريبا نص الاكس، بص دي الاكس دي الواي. تاني حاجه في حاجه خلت ريت الواي، في عامل خلى ريت الواي اسرع من الاكس بدليل بص جاي من وراه، احنا قلنا القريب من الواي اكسس هو الاسرع اهو، بص الحته دي وبص الحته دي، فكده مين الاسرع؟ واي اسرع من اكس، بس مين اللي كميه الرياكتنت او في اكبر؟ واي. ليه؟ اسف اكس. ليه؟ لان المفروض اكس طلع كميه برودكت اكبر من واي. واحد يقول لي طيب يلا بالراحه كده، بما انك انت في التجربه عندك دي، بما انك انت في التجربه اكس دي استخدمت 2 جرام وهنا الكميه النص، يبقى لازم حضرتك تكون مستخدم 1 جرام من الزنك عشان يطلع كميه اقل، يبقى الاجابه دي والاجابه دي بالسلامه. طيب في التجربه واي اسرع من التجربه اكس، يبقى حضرتك اكيد مستخدم الزنك بتاعك باودر ولا جرانيولز؟ اكيد جرانيولز دي غلط، ما هو يا حبيبي انا لو استخدمت 1 جرام والزنك جرانيولز وعند نفس درجه الحراره المفروض ان الاثنين يطلعوا زي بعض، يعني بص يعني الاجابه دي كده اهي تبقى كده اهي، ده طلع كده اهو وده طلع كده اهو، الاثنين هنا منطبقين على بعض يعني نفس الريت، ده ما حصلش، في واحد اسرع من الثاني. يبقى الاجابه عندنا الاجابه الاولى، حضرتك استخدمت 1 جرام بدل 2 جرام فالكميه قلت للنص. حضرتك طحنت البودر
او طحنت الزنك خليته باودر اهو بدل جرانيولز فزاد الريت بتاع الواي. يبقى الاجابه عندنا الاجابه الاولى. السؤال اللي وراه بيقول لك الكيرف اكس، الكيرف اكس ده الكيرف اكس اهو اهي ده الكيرف اكس. الكيرف اكس ده يا مستر بيمثل الفوليوم بتاع غاز الهيدروجين اللي طالع نتيجه تفاعل 0.1 مول من الزنك اهو. يبقى دي كميه الزنك اللي اتفاعلت، والزنك اللي كان متفاعل ده كمان كان متفاعل باودر، اتحط على 100 مللي تركيزهم 0.1 من الاسيد. يبقى ده مستر الهيدروكلوريك اسيد التركيز بتاعه، انا بشوف العوامل بعمل دوائر على العوامل كده اللي انا هشتغل عليها، والكلام ده حصل عند درجه حراره 25. ده كلام عظيم جدا. يعني التجربه اكس دي كان جايب الزنك باودر عدد المول بتاعه كذا، وكان جايب الاتش سي ال وادي عدد المول بتاعه تركيز وحجم، وادي يا مستر درجه الحراره. قال لك ايه بقى؟ انهي جراف يمثل حجم غاز الهيدروجين اللي هيطلع مع الوقت اذا حضرتك استخدمت 0.01 مول من الزنك. تمام، يبقى انا مستخدم 0.01 مول من الزنك برضو اهو، يعني كميه الزنك هنا واحده، وحضرتك الزنك اللي انت جايبه ده جايبه باودر. واحد يقول لي بص ما دام انت جايب الزنك باودر يعني سيرفيس اريا اعلى يبقى الريت اسرع، كده كده الريت اسرع. يبقى الاجابه ما ينفعش تكون سي ولا دي، لان ادي الاكس في النص اهو، سي ودي دول تحته يعني ابطا منه، يبقى الاجابه يا بي يا ايه. الاجابه يا ايه يا بي كده كده. طيب جابوا مع ايه؟ قال لك جابوا مع عندك 100 مللي تركيزهم 0.2 من الهيدروكلوريك اسيد ودرجه الحراره كانت 50. الله، يعني هو زود درجه حراره وزود سيرفيس اريا وزود تركيز الاسيد، يبقى المفروض كل العوامل دي تخلي لك التجربه بتاعتك اسرع من الاكس. انا رفعت درجه حراره وزودت تركيز وزودت سيرفيس اريا، يبقى انا الاجابه يا ايه يا بي. طب هناخدها ايه او بي بناء على ايه؟ بي بتقول ان حضرتك طلعت نفس الكميه ولكن في وقت اقل، يعني انت زودت الريت بس. اما التجربه ايه؟ بتقول ان حضرتك عملت ايه؟ حضرتك زودت كميه البرودكت. فسؤال بقى، هل كميه الرياكتنت زادت ولا ما زادتش؟ تعال نشوف كده مع بعض بالراحه. بص يا سيدي، التفاعل اللي المفروض نكتبه اصلا هو ان حضرتك ادي الزنك يقدر يتفاعل مع الهيدروكلوريك اسيد اللي هو ال HCl فيدينا مستر عندك زنك كلورايد زائد غاز الهيدروجين، فادي 2 هيدروجين و2 كلور ضربت هنا في 2. طيب المتعارف عليه ايه؟ ان الواحد مول من الزنك اهو، الواحد مول من الزنك المفروض بيتفاعل مع 2 مول من الهيدروكلوريك اسيد. يعني حضرتك دلوقتي كل واحد مول من الزنك عايز كميه ضعفه من الهيدروكلوريك اسيد. فيقوم راجل يقول لي ايه؟ طب يا مستر بالراحه كده، ما هو انت لما تجيب عدد المول بتاع الزنك هو 0.01، انت في التجربه اكس كنت حاطط عليه ايه؟ ده لما تحوله يطلع لك 0.01 مول اهو. يعني انا دلوقتي كميه الزنك مساويه لكميه الاسيد، يبقى ده معناه ان مش كل الزنك اتفاعل، يعني مش كل الزنك اتفاعل في التجربه الاولى. انما بقى التجربه الثانيه حضرتك جبت 0.01 مول من الزنك، جبت قدامه قد ايه من الاسيد؟ ما هو دي لما تضربها، لما تحول الحجم وتضربه في التركيز يطلع 0.02 مول من الهيدروكلوريك اسيد. الشاهد اللي انا عايز اقوله ان التجربه الاولى انت كنت حاطط كميه HCl ما كانتش كافيه لتفاعل الزنك كله، فالزنك اتبقى منه جزء، فبالتالي طلع الكيرف اكس عشان انا الهيدروجين اللي طلع نتيجه تفاعل جزء من الزنك مع ال HCl. انما الجزء الثاني من التجربه حضرتك قمت جاي مفاعل الزنك مع كميه قده من ال HCl، مع المفروض الواحد مول يتفاعل مع الضعف اهو مع 2 مول، يعني 0.01 مول من الزنك يتفاعل مع كميه ضعفه من ال HCl، فكده الكميه كلها اتفاعلت، فغاز الهيدروجين اللي طالع هيبقى كميته الضعف اهو. يبقى انا المفروض اللي حصل ان كميه الهيدروجين زادت، يبقى الاجابه عندنا الاجابه الاولى. يعني حضرتك اللي انت عملته زودت كميه الرياكتنت فزودت كميه البرودكت، وزودت رتم خروج البرودكت بسبب انك رفعت درجه الحراره وجبت الزنك بتاعك باودر، زودت السيرفيس اريا وزودت تركيز الاسيد. بص تركيز الاسيد هنا كان كام وهنا تركيز الاسيد كان كام. معلش يا سنه ثالثه الاسئله رخمه شويه لان الاسئله عايزه واحد فاهم،
هو مش فكره انا حافظ حاجه بذاكرها، الموضوع كله معتمد ان انت تشوف ايه اللي بيحصل على الرسم وتشوف بقى ايه اللي حصل معاك. فالاجابه عندنا هتبقى الاجابه الاولى. اكتر اجابتين غلط سي ودي، الاولى والثانيه. هو بيقولوا ان الريت اسرع، ماشي، في ناس كتير عملتها بي، غلط. هي الاجابه عندنا الاجابه الايه؟ الاولى. طيب السؤال اللي وراه بيقول لك الريت بتاع الرياكشن بتاع الزنك باودر مع 0.1 مولر من ال HCl اعلى من الريت بتاع الرياكشن مع ايكوال ماس من الزنك مع نفس الاسيد. ليه؟ بص يا حبيبي، الموضوع بسيط خالص. الراجل بيقول لك رتم الزنك وهو باودر مع اسيد تركيزه 0.1 اهو اكبر من الريت بتاع نفس كميه الزنك، بس انت جايب الزنك ايه؟ قطعه. طب ما هو اكيد الريتم هيبقى اسرع. ليه يا حبيبي الريتم اسرع؟ لان السيرفيس اريا بتاعت الزنك اكبر ونفس الاسيد، نفس الاسيد يعني نفس التركيز. طيب واحد يقول لي ايه بقى؟ عشان الاكتيفيشن انرجي اقل. ايه علاقه الاكتيفيشن انرجي بالموضوع؟ ما هو نفس التفاعل. طب عشان الاكتيفيشن انرجي اعلى، باشا الاثنين دول ما لهمش علاقه بالموضوع اصلا. هو الريت فوق اعلى ليه؟ لان مساحه سطح الزنك اللي معرض للتفاعل اكبر من مساحه سطح الزنك القطع اللي معرض للتفاعل. يبقى عشان عدد الرياكتنج مولكيول في وقت معين اكبر. ايوه، انا مثلا في الدقيقه وانا بودر كميه الزنك البودر اللي معرض للاتش سي ال في الدقيقه غير كميه الزنك القطع اللي معرض للاتش سي ال في نفس الدقيقه. يبقى الاجابه رقم سي عشان السيرفيس اريا مختلفه. طب الدلتا اتش ايه علاقه يا باشا الدلتا اتش؟ ما هو نفس التفاعل. يبقى انا ما جيتش ناحيه الكلام ده. عدد الجزيئات المعرضه للاتش سي ال في زمن قدره مثلا دقيقه او دقيقتين اكبر عشان السيرفيس اريا اعلى. واحد يقول لي طيب السؤال اللي وراه نفس الكلام، عايز اعلى ريت. بص بقى، جايب لك كالسيوم كربونات قطع وجايب لك كالسيوم كربونات باودر وجايب لك اتش سي ال دايل وجايب لك اتش سي ال كونج وجايب لك درجه حراره 60 وجايب لك درجه حراره 30. باشا انت مش عايز اعلى ريت؟ يلا خد العوامل كلها في صالحك. هات الكالسيوم كربونات باودر، هات الاتش سي ال بتاعك تركيزه عالي، هات يا مستر عندك درجه الحراره عاليه. فمين بقى اللي فيه كل الشروط؟ الاجابه رقم سي. او الراجل ده باودر، الاتش سي ال مركز، درجه الحراره عاليه. واحد يقول لي طب ما هنا درجه الحراره عاليه بس الاتش سي ال ايه؟ مخفف، وده باودر او ده قطع، فكده كده بره اللعب. خلاص؟ يبقى الاجابه عندنا رقم سي. السؤال اللي وراه بيقول لك which of the following graphical figure بيمثل exothermic reaction مع اعلى activation energy. طيب exothermic reaction انا عايز تفاعل exothermic، يبقى exothermic يبقى انا عايز طاقه البرودكت تكون اقل من طاقه الرياكتنت اهو. يعني طاقه البرودكت اهي وطاقه الرياكتنت فوق اهي. يوم واحد يقول لي بص ده غلط وده غلط، دي تفاعلات اندوثيرميك. الاكزوثيرميك اهو ماشي. عايز اعلى اكتيفيشن انرجي. مستر الاكتيفيشن انرجي دي اهي يا حبيب قلبي، الاكتيفيشن انرجي هي الطاقه اللي بتاخدها الرياكتنت لحد نهايه الجراف اهي. يعني تقريبا من النقطه 75 اهو للنقطه عندنا اهي 125 اهو. تعالى معايا بالراحه كده اهو اهو، من النقطه دي اهي لحد النقطه دي اهي. يبقى انا الاكتيفيشن انرجي بتاعتي هنا كام؟ من 75 لحد 125. يبقى الاكتيفيشن انرجي بتاعتي هنا 50. واحد يقول لي لا بص دي بقى اهي من 75 لحد 100 اهو. اعملها على الرسمه عندك كده. يبقى هنا الاكتيفيشن انرجي 25. يبقى انا اكزوثيرميك، الاثنين اكزوثيرميك. مين اللي الاكتيفيشن انرجي بتاعته اعلى؟ قال لي والله يا مستر الاكتيفيشن انرجي بتاعته اعلى هو الراجل ده اهي. الاجابه عندنا رقم سي. ماشي. السؤال اللي وراه برضو واحد قال لي يا مستر ما هو ما حددش اكتيفيشن انرجي للفورورد ولا اكتيفيشن انرجي للباكورد. هو مبدئيا مش فارقه، يعني لو حسبتها مش فارقه، هي كده كده ما هو ده 50 ده 25. ما تيجي تحسب لده برضو للباكورد هتلاقي اكبر من ده. هي مش فارقه فورورد ولا باكورد، بس انا برضو ما دام ما حددش بشتغل على الفورورد اهو. ايوه السؤال اللي وراه، السؤال اللي وراه الراجل بيديك تفاعل، التفاعل دوت طاقة البرودكت أقل من طاقة الرياكتنت، يبقى التفاعل دوت اكزوثيرميك. وعندما تفاعل اكزوثيرميك مبدئيا كده يبقى قيمة الدلتا اتش بتاعتك بالنيجاتيف. يعني المنطقة فرق الرياكتنت والبرودكت بالنيجاتيف اهو، ده الدلتا اتش. هنشوف بقى الدلتا اتش دي عبارة عن ايه، او هنشوف هو عايز ايه. طيب الراجل بيقول لك ايه؟
which of the following refer للاكتيفيشن انرجي. عايز الاكتيفيشن انرجي بتاعه الفورورد ودي رمزها اكس، وعايز الاكتيفيشن انرجي بتاعه الباكورد ودي رمزها واي. واحد يقول لي اكتيفيشن انرجي للفورورد دي الطاقه اللي بتاخدها الرياكت اهو يا حبيب قلبي اهو اللي هي المنطقه دي. يبقى الحرف بي ده هو عباره عن هو الاكس الاكتيفيشن انرجي، يبقى دول كده بالسلام اهو. اما مستر سي اهي اللي هي المنطقه دي هي الاكتيفيشن انرجي للباكورد، يبقى اكس هتبقى بي وواي هتبقى سي، يبقى الاجابه عندنا الاجابه الثالثه دي الاكتيفيشن انرجي للفورورد والباكورد. دلتا اتش اللي هي المنطقه دي بس هو ما طلبهاش، دلتا اتش هي المنطقه دي اهي اللي هي فرق المنطقه ما بين اي ودي، يطلع لك الدلتا اتش تغير في محتوى الحراري من الرياكتنت للبرودكت. طيب السؤال اللي وراه برضو الاسئله مشكلتها ان هي كلها مخططات بس في اسئله نوعا ما مباشره. الراجل طبعا التفاعل اللي قدام حضرتك طاقه البرودكت اعلى من طاقه الرياكتنت، يعني التفاعل بتاع حضرتك اندوثيرميك اهو عشان لو سالك عليه الراجل ده اندوثيرميك. طيب هو عايز الاكتيفيشن انرجي بتاعت الباكورد. واحد يقول لي طيب هي مش ال 170 دي تمثل الاكتيفيشن انرجي بتاعت الفورورد؟ اقول له اه. وال 30 دي اللي هي الدلتا اتش؟ قال له ايوه. يبقى انا لو عايز الاكتيفيشن انرجي بتاعت الباكورد اللي هو من اول طاقه البرودكت، الحته اللي انا برسمها لك دي هي اللي انا ببقى عايزها اهي، انا عايز دي، يبقى عباره عن ايه؟ 170 ناقص 30 فيطلع معاك 140 كيلو جول لكل مول، اللي هي الاجابه عندنا رقم بي اهي. السؤال اللي وراه السؤال رقم 23. دلتا اتش بتاع الفورورد باث او الفورورد دايركشن، يعني الاتجاه الفورورد لريفرسبل رياكشن بيقول لك نيجاتيف 150 كيلو جول لكل مول. يعني بيقول لك الراجل الدلتا اتش عندك للتفاعل الريفرسبل يعني 150 كيلو جول لكل مول بالنيجاتيف ده يعني اكزوثيرميك، يعني هو الراجل بيقول لك التفاعل بتاعك اكزوثيرميك. طب ما تيجي نعمل الاول تفاعل اكزوثيرميك عشان الموضوع يبقى سهل بالنسبه لك اهو. في التفاعل الاكزوثيرميك حضرتك بتبتدي طاقه الرياكتنت عاليه، تاخد قدر من الطاقه بنسميه الاكتيفيشن انرجي وبعد كده نطلع البرودكت، هو ده يا جماعه الاكزوثيرميك. طيب الراجل مشكورا بيقول لك ان المنطقه دي اللي هي فرق الطاقه بين الرياكتنت والبرودكت ب 150 كيلو جول لكل مول. ايوه مستر مش هو حط نيجاتيف؟ يا ما يا حبيبي النيجاتيف دي اشاره تعرفنا نوع التفاعل خلاص، انما فرق الطاقه 150. طيب قال لك الاكتيفيشن انرجي بتاعه الباكورد 350، يعني الحته دي يا جماعه لما ده الباكورد ب 350. ماشي يا مستر عايز ايه؟ عايز الاكتيفيشن انرجي بتاعه الفورورد، يعني انا عايز المنطقه دي اهي، يبقى المنطقه دي على الرسمه هي عباره عن 350 ناقص 150 يطلع 200 كيلو جول لكل مول. عيب عيب يا سنه ثالثه لما حضرتك اقول لك بسال على طاقه وتعملها بالنيجاتيف، عيب عيب. مفيش حاجه اسمها طاقه بالنيجاتيف، هي النيجاتيف دي اتجاه خروج الطاقه. لما اسالك على دلتا اتش ممكن اكتبها بالنيجاتيف، انا ينفع اسالك على طاقه تاخدها نيجاتيف؟ مفيش الكلام ده خلاص. يبقى الاجابه عندنا الاجابه رقم بي. السؤال اللي وراه سؤال 24. الراجل بيقول لك which figure represent اتجاه خروج او الباس بتاع الانرجي اثناء اكزوثيرميك رياكشن. يعني انا ماشي عايز تفاعل يا جماعه اكزوثيرميك، يوم واحد يقول لي بص يا مستر مش انت عايز اكزوثيرميك؟ يلا شيل لنا الاثنين دول اهو، لان التفاعل الاكزوثيرميك بتبقى طاقه البرودكت اقل من طاقه الرياكت اهو. في الحصه احنا قاسمين سبوره اندو اكزو، الحصه دي او الجزء السبوره ده هو ده الاسئله. طيب عندي اندو اكزو ماشي، عايز ايه؟ قال لك انا عايز الاكتيفيشن انرجي بتاعت التفاعل تبقى ب 50 والدلتا اتش بنيجاتيف 100. نيجاتيف 100 ده عشان اكزو، ادي يا باشا الدلتا اتش ب 100 اهي، ما هو الدلتا اتش ده فرق الطاقه بين الرياكتنت والبرودكت، انما هنا الدلتا اتش ب 50، يبقى ده كمان غلط، يبقى الاجابه عندنا الاجابه الاخيره. ادي الدلتا اتش اهو فرق الطاقه بين الرياكتنت والبرودكت ب 100، وادي يا حبيب قلبي الاكتيفيشن انرجي بتاعت الفورورد ب 50 اهي اللي هي الحته اللي فوق دي. السؤال اللي وراه تعال نشوف بقى الاسئله اللي على قاعده لو شاتيليه. ركز بقى معايا برضو، اهم حاجه وانت بتشوف اثر الحراره على الايكوليبريم ان حضرتك تشوف التفاعل اندو ولا اكزو. فالراجل هنا بيقول لك ايه؟ انا عندي ال N2O4 خد طاقه عشان يديني ده، يبقى التفاعل ده تفاعل اندوثيرميك. يلا هنعمل ايه؟ لعب في الحراره، قلل درجه الحراره. بص يا ريس اهو قلل درجه الحراره اهو. طب ما انا لما اقلل درجه الحراره دي كده اهو، يعني بسحب الطاقه دي كده اهو، انا قللت الحراره، هل التفاعل راضي باللي انت بتعمله؟ قال لي لا، فيبتدي ينشط في اتجاه، انا في ايكوليبريم اهو،
قللت درجه الحراره ينشط في الاتجاه اللي يلغي فيه التاثير. انا لما امشي كده ارجع ازود الحراره تاني، يبقى حضرتك هينشط التفاعل في الاتجاه الباكورد. يلا يبقى انا عرفت ان انا همشي في الاتجاه الباكورد. ال N2O4 هتزيد مش هتقل، يبقى ده غلط. ال NO2 هتقل مش هتزيد، يبقى ده غلط. الانتنستي بتاع الريدش براون هتقل مش هتزيد، ما انا لما امشي كده ده اللي لونه ريدش براون، يبقى دي كمان غلط. يبقى الاجابه عندنا الاجابه الاخيره، الانتنستي بتاع الريدش براون هتقل بسبب ان انت ماشي في الاتجاه الباكورد. السؤال اللي وراه بيقول لك which of the following determine للكونديشن بتاعت condition which active لاكزوثيرميك equilibrium reaction. طيب يعني هو عايز ينشط تفاعل اكزوثيرميك في اتجاه تكوين البرودكت. شوف اللعب بالالفاظ. ايه يا مستر اتجاه تكوين البرودكت ده؟ اللي هو الاتجاه الفورورد يا حبيبي. ما هو انا الاتجاه الفورورد ده اللي هو اتجاه تكوين البرودكت. مثلا يا جماعه انا عملت تفاعل افتراضي اهو، ماده اكس فعلت مع ماده واي، يلا طلعت ماده ايه؟ دبليو زائد ماده زد. وهو قال ان التفاعل اكزوثيرميك يعني بيصاحب خروج البرودكت انطلاق لقدر معين من الحراره، او طلعت في صوره ثيرمال انرجي، او اهو في صوره انرجي اهو يا باشا اهو. يبقى انا طالع معايا طاقه اهو. ماشي يا ريس؟ ماشي كده انا تفاعل ايه؟ اكزوثيرميك. هو بقى بيقول لك ايه؟ عايزين نعمل ايه؟ عايزين نمشي التفاعل في اتجاه تكوين البرودكت. يعني انا عايز امشي التفاعل في الاتجاه الفورورد. طب ما هو انا عشان امشي في الفورورد اعمل ايه في درجه الحراره؟ اقللها. ما هو بنقص درجه الحراره هينشط التفاعل في الاتجاه الايه؟ الفورورد. يبقى اعمل نقص للحراره، ايوه، يبقى يا دي يا دي. اسحب البرودكت، ايوه، withdrawing للبرودكت دي يعني اقلل تركيز البرودكت. طب انا لو قللت تركيز البرودكت هينشط في الاتجاه الفورورد. يبقى حضرتك يا تنقص حراره يا تسحب البرودكت من حيز التفاعل فيزداد نشاط التفاعل في الاتجاه الفورورد. السؤال اللي وراه الراجل بيقول لك انا معايا ريفرسبل رياكشن في حاله ايكوليبريم. ريفرسبل رياكشن في حاله ايكوليبريم اكتيفيتد في الاتجاه الباكورد لما انت رفعت درجه الحراره. واحد يقول لي يلا بالراحه كده نعمل تفاعل افتراضي برضه. باشا عندك اكس زائد واي، كل ما تتزنق اعمل تفاعل افتراضي يدي دبليو زائد زد. يلا رفعت الحراره مشي باكورد، يبقى ده معناه ان التفاعل اكزو، ده معناه ان الانرجي هنا. لان حضرتك لما رفعت درجه الحراره اهو نشط التفاعل في الاتجاه الايه؟ الباكورد. ما هو بيقول لك انا نشطت في الاتجاه الباكورد برفع درجه الحراره، يبقى ده معناه ان التفاعل بتاعك ان الطاقه مع البرودكت او اتجاه خروج الطاقه مع البرودكت، يبقى التفاعل بتاعك اكزوثيرميك. واذا كان التفاعل بتاعك اكزوثيرميك هتبقى قيمه الدلتا اتش بالنيجاتيف. يبقى الاجابه رقم بي. السؤال رقم 28. التفاعل اللي قدام حضرتك ده تفاعل اندوثيرميك ولا اكزوثيرميك؟ قال لي يا مستر التفاعل ده اندوثيرميك اهو. ليه؟ لان الانرجي مع الرياكتنت اهو. طب الراجل بيقول لك ايه بقى؟ هنقلل درجه الحراره. يوم واحد يقول لي يلا هتقلل درجه الحراره، هينشط التفاعل في الاتجاه الباكورد عشان يعوض النقص اللي انت نقصت، لان انا مش عايز انقص درجه الحراره، انا عايز افضل في حاله ايكوليبريم. فالتفاعل لما يمشي في الاتجاه الباكورد اللي هو اتجاه الباكورد ده الليفت ولا رايت؟ ليفت. الاس او 2 سي ال 2 ده هيحصل له ايه؟ هيزيد. يبقى الاجابه عندنا الاجابه الاولى. السؤال اللي وراه كل اللي قدامك ده ماتشنج مع لو شاتيليه برنسبل اكسبت لو انا عندي تفاعل اندوثيرميك. اندوثيرميك، مش احنا قلنا في الاندوثيرميك التغير اللي بيحصل في الحراره اندايركت ريليشن مع الكي سي. يعني حضرتك دلوقتي مثلا انا لو عندي تفاعل اندوثيرميك اهو اكس زائد واي زائد حراره اهو او زائد انرجي هيديني دبليو زائد زد. حضرتك دلوقتي لو رفعت درجه الحراره هينشط التفاعل في الاتجاه الفورورد فتزيد قيمه الكي سي. لو قللت درجه الحراره هينشط التفاعل في الاتجاه الباكورد فتقل الكي سي اهي. خلي بالك هو بيقول لك كل ده ماتشنج ما عدا كده. الجمله دي صح والجمله دي صح. ما هو انا لو اندوثيرميك هقلل الحراره هتقل الكي سي لان انا همشي باكورد اللي هو الاتجاه الليفت. طب هزود حراره هزود كي سي لان انا همشي فورورد. فالاثنين دول صح. ايه الغلط بقى؟ يعني العلاقه اصلا هنا دايركت. في الاكزوثيرميك علاقه انفيرس. ازاي؟ لو انت تفاعل اكزوثيرميك ورفعت الحراره المفروض هو هيمشي اصلا باكورد، فالمفروض قيمه الكي سي تقل مش تزيد. يبقى الاثنين دول غلط.
انا لو رفعت درجه الحراره وانا اكزو هيمشي في الاتجاه الباكورد، يبقى الاجابه الخطا هنا هي الاجابه رقم سي اهو. انما لما تقلل درجه الحراره يمشي رايت يعني فورورد والكي سي تزيد، يبقى العلاقه ما بينهم علاقه انفرس، انما في الاندوثيرميك علاقه دايركت. السؤال اللي وراه بيقول لك اثناء التفاعل بتاع تحضير غاز الامونيا من عنصرين، فالراجل بيقول لك ايه؟ انا رفعت درجه الحراره في حاله ايكوليبر. طب ما هو انا ده محتاجني ان انا ابقى عارف تفاعل الامونيا، فتعالى نكتب تفاعل الامونيا. المفروض ان حضرتك عندك غاز النيتروجين بيتفاعل مع غاز الهيدروجين اهو في خلال تفاعل اكزوثيرميك، يعني التفاعل بيبقى مصحوب بانطلاق طاقه ويديك يا باشا غاز الامونيا. عملنا بس المعادله ووزناها، ادي 2 نيتروجين ضربت في 2 ضربت هنا في ايه؟ في 3. التفاعل ده بيصاحبه انطلاق لخروج طاقه، يعني حضرتك لازم تبقى عارف ان التفاعل دوت اكزوثيرميك اهو. طيب لازم ابقى عارف هو اصلا ما قالكش هو اندو ولا اكزو ليه؟ لان حضرتك التفاعل ده انت دارسه، ده ما درسته تبقى عارف هو اندو ولا اكزو. طيب عمل ايه بقى؟ قال لك انا رفعت درجه الحراره، ايه اللي هيحصل؟ باشا حضرتك رفعت درجه الحراره اهو، ها يلا هينشط التفاعل في الاتجاه الباكورد، يبقى انا لما ارفع درجه الحراره ينشط التفاعل في الاتجاه الباكورد. طب ما انا لما امشي في اتجاه الباكورد اتجاه او اسف كميه انتاج غاز الامونيا هتقل، يبقى الاجابه عندنا الاولى. يبقى انا لو عايز وانا بعمل الامونيا في المصنع ازود كميه الامونيا اقلل درجه الحراره دايما فينشط التفاعل في الاتجاه الفورورد. انما حضرتك لو رفعت حراره ونشط التفاعل في الاتجاه الباكورد اهو انا ماشي في الباكورد، النيتروجين والهيدروجين هيزيد والامونيا يقل، يبقى البرودكشن بتاع الامونيا جاز بيقل. ماشي. السؤال اللي وراه رقم 31، الراجل بيقول لك انا معايا ال SO3 وادي بيتكسر ل SO2 واكسجين، التفاعل بتاعك ده تفاعل اندوثيرميك، ما هو يا حبيبي الدلتا اتش بالبوزيتيف، فعندما الدلتا اتش بالبوزيتيف يبقى التفاعل بتاعك اندوثيرميك، يبقى الطاقه مع الرياكت، يعني ال SO3 عايز طاقه يمتصها عشان يديني ده. طيب الراجل بيقول لك انا رفعت درجه الحراره، ايه اللي هيحصل؟ يلا يا ريس، حضرتك لما ترفع درجه الحراره ينشط التفاعل في الاتجاه الباكورد. طب ما لما التفاعل يمشي في الاتجاه الباكورد ايه اللي هيبتدي يحصل؟ انا وانا ماشي كده في اسف لما ارفع درجه الحراره التفاعل هيمشي في الاتجاه الفورورد. طب ما انا التفاعل لو هيمشي في الاتجاه الفورورد كده ايه اللي هيبتدي يحصل؟ الفورورد يزيد، يبقى الباكورد بص الحته دي، الباكورد عندك بص رفع درجه الحراره هو بيأثر على الاثنين ريت. طبيعي يا جماعه احنا قلنا كل ما بترفع درجه الحراره كل ما بتبتدي الجزيئات تتنشط، كل ما يبتدي يزيد معدل التصادم فيؤدي لكسر الرابطه. بس انا وانا بشرح في التفاعل الريفرسبل قلت لك لما انا مثلا ابقى تفاعل اندو وارفع درجه الحراره بينشط التفاعل في الاتجاه الفورورد، هل ده معناه ان الباكورد ما بيزيدش؟ بيزيد، بس الزياده في الفورورد بتبقى اكبر من الزياده في الباكورد. ليه؟ لان حضرتك التفاعل اندوثيرميك، وبنفس المنطق لو انت تفاعل اكزو ورفعت درجه الحراره الباكورد بيزيد بمعدل اكبر من زياده الفورورد. يعني من الاخر اللي انا عايز اقوله ان الحراره بتزود الفورورد والباكورد، بس بتزود واحد على حساب الثاني على حسب التفاعل اندو ولا اكزو. فانا هنا اندوثيرميك رفعت الحراره هينشط التفاعل في الاتجاه الفورورد اكتر من الباكورد، يبقى الفورورد رياكشن ريت هيزيد بمقدار عالي والباكورد رياكشن ريت هيزيد بمقدار قليل. طب انا لما امشي بقى فورورد الايكوليبريم كونستانت اللي هو الكي سي هيزداد، يبقى الاجابه عند حضرتك الاجابه رقم سي. خلاص. طيب رقم 32، السؤال رقم 32 هو يا جماعه بيقول لك احنا عملنا تجربتين عشان نقدر نشوف التغير اللي بيحصل في الكي سي وعلاقته بالتغير في الحراره. هو ده الدرس بتاعك، مش انت المفروض ان درجه الحراره بتؤثر على قيمه الكي سي؟ قال لي والمفروض ان العلاقه دي يا مستر دايركت في الاندوثيرميك وانفيرس في الاكزوثيرميك. قال لي ايوه ده اللي انا مذاكره. هو الراجل عمل التجربه مرتين، بص عمل تفاعل، جاب تفاعل ما، جاب تفاعلين اتنين عملهم، عايزك تختار انت التفاعلات بقى. التفاعل الاولاني انا ملاحظ ايه؟ كل ما هيزود قيمه الحراره، يعني انا عملت الحراره عملت التفاعل عند 25، انا هختار التفاعل دلوقتي وبعد كده رفعت درجه الحراره وبعد كده رفعتها بقت 227، برفع درجه الحراره اهو، ايه اللي بيحصل لقيمه الكي سي؟ بتزيد. بص كان رقم صغير بقى 1.4 بقى 41. واحد يقول لي يبقى التفاعل الاولاني ده علاقه دايركت، كل ما حضرتك علاقه دايركت كل ما حضرتك بترفع درجه الحراره بتزيد الكي سي، يبقى التفاعل الاولاني ده ايه؟ اندوثيرميك اهو.
ده اللي انا فهمته. طيب طب مستر التاني انا برفع درجة الحرارة اهو، ادي 25 127 227 نفس الكلام، بس هنا الكي سي كانت كبيرة، بص بتقل، بص 10 باور 8 بقت 10 باور 4 بقت 62. يبقى انا اصلا هنا المفروض العلاقة عندك هنا انفيرس، يبقى التفاعل بتاعك ده ايه؟ اكزوثيرميك. يبقى انا عايز التفاعل الاولاني يكون اندوثيرميك. واحد يقول لي ده كده راح، الاختيار ده كده كده راح، والاختيار ده راح لان انا مذاكر ان تفاعل تكوين الامونيا ده تفاعل اكزو. واحد يقول لي يبقى ده الاندو، ايوه ده كان عندك في التجربه اندو، لو كتبها بالعكس اكزو، انما كده بادي بالنيتروجين تترا اوكسيد يبقى ده كده اندو، يبقى يا ده يا ده. طب التاني عايز تفاعل اكزو، طب ما الاولاني اكزو هو مستر وعامل لك الدلتا اتش بالنيجاتيف، وطبعا لما يبقى التفاعل انت مش دارسه بيكتبه لك، يبقى الاولاني اندوثيرميك والتاني اكزوثيرميك. دي الاسئله اللي لها علاقه بعامل الحراره. اتمنى تكونوا شفتوها كده والاسئله اللي واقفه معاك عرفت ان الحل بتاعها وفهمت جت منين. بالتوفيق يا سنه ثالثه.